دەستگیرکردنی تۆڕەکی تیرۆریستی و پوچەڵکردنەوەی پیلانەکانیان لە هەوڵە بەردەوامەکانی دەستگاکانی ئەنجومەنی ئاسایشی هەرێمی کوردستان بۆ پوچەڵکردنەوەی پیلانەکانی تیرۆریستان دژی کوردستان زانیاری دروست بەدەست هات کە حەجی عەبدوڵڵا خەلیفەی گروپی تیرۆریستانی داعش فرمانی داوە بە هەریەک لە حارث والی شیمالی کوردستان و ئەبوو وەلید ئەمیری ئەمنی ویلایەتی شیمال بۆ ئەنجامدانی کردەوەی تیرۆریستی ڕاستەوخۆ تیرۆریستانی شانەکە ئاشکراکران و لە ئۆپراسیۆنێکی سەرکەوتوو توانرا تەواوی تیرۆریستەکانی شانەکە دەستگیر بکرێن. لە ئەنجامی لێکۆڵینەوە دەرکەوت تیرۆریستەکان بەنیاز بوون لە ڕێگەی بۆمبی چێندراو بووە و دەمانچەی بێدەنگ کاتم سەوت کردەوەکانیان ئەنجام بدەن. لە سەرەتای مانگی 2021 دوو ئەندامی گروپەکان سەرەتا نەتواندرا ڕاستەوخۆ داخلی کوردستان بن، بۆیە بە قاچاق لە سووریاوە گواستراونەتەوە بۆ تورکیا، پاشان بۆ ئێران و لەوێشەوە بۆ شارۆچکەی ڕانیا و پاشان گەیشتنەتە شاری هەولێر. تیرۆریستانی دەستگیر کرا و بریتین لە هەر یەک لە یاسر عەلی ئەحمەد ناسراو بە ئەبوو عەمار و ماجد حەسەن ساڵح سایل ناسراو بە عەلی و حەسەن عەلی عنیزان حەمەد ناسراو بە سعود و فراس حەسەن حمودی حسێن و مخەلەد ئیبراهیم محەممەد شافی ئەلفەراجی. اسمي ياسر علي أحمد نويران الفراجي، اللقب أبو عمار، مواليد 1998. أول بداية 2014 نزلت تنظيم الدولة الإسلامية على مناطقنا بالأنبار، ونزلوا على منطقة الفراج اللي هي منطقتنا، وانتميت وياهم ورحت معسكر دورة شرعية ودورة عسكرية. بعدين تخرجت ورحت بديوان الجند. بعدين انتقلنا ب 2016 بداية 2016 انتقلنا للقائم، ظليت وياهم اداوم بالقائم لحد 2017 وسقطت الدولة الإسلامية بالعراق ورحنا لسوريا. من سوريا رحنا المخيم الهول، طبيت المخيم الهول بقيت من 9 أشهر إلى سنة. عرفني مخلد إبراهيم محمد شافي الفراجي اللي هو مسؤول بهيئة التطوير والتصنيع العسكري والعبوات والمتفجرات. عرفني على أبو وليد اللي هو مسؤول أمني ولاية الشمال، مسؤول أمني لولاية الشمال. عرفنا علي، وأبو وليد هو اللي طلعني دبر لي مهربتشي، طلب مني عمل أمني بربيل، وطلعنا ويا المهربتشي على أربيل. طلعنا أنا والمهربتشي من المخيم إلى ربيعة للجزيرة، لأن كان الطبة لأربيل من الموصل صعبة. طلعنا من الجزيرة على كركوك، بعدين من كركوك طبيت لأربيل. بعد ما استقريت بأربيل كان عندي تواصل مستمر ويا أبو وليد اللي هو مسؤول أمني ولاية الشمال كردستان. عرفني على شخص وليد خالد الشهاب الملقب بإبراهيم، وتواجهنا أنا وياه، وطلبنا من أبو وليد يعني أشخاص يجون ويانا. دزلنا 2 من تركيا، قال بس يصلون أربيل راح يخابرونكم وتواجهون. وصلوا أربيل اتصلوا بي، تواجهنا وياهم جنب بيتي، ظلم تقريبا حوالي الشهر. بعد الشهر راحوا المام زاوى على إبراهيم على وليد خالد الشهاب، أجر لهم بيت، يعني شو المضافة، أجر لهم بيت قاعدهم بيه. طلبنا من أبو وليد، احنا الأربعة صرنا مجموعة بربيل شبكة. طلبنا من أبو وليد قراضي يدزلنا عبوات وكواتم. دزلنا أبو وليد عبوات وكواتم عن طريق الموصل. أبو وليد راسلني قال لي سوي حفرة داخل استياج بيتك. سويت حفرة داخل استياج بيتي بالحديقة، حطيت بها برميل. من يصلن القراض استقبلهم نحطهم بالبرميل. أبو وليد طلب من علي وسعود استطلاع على طريق مخمور ليضعون عبوة بسيارة عسكرية ويفجرونها.
بعدين قبل لا وصلت القرار علينا تم اعتقالي من قبل القوات الأمنية. اسمي ماجد حسن صالح صايل، العشيرة اللهيبي، من ملقب بعلي، مواليد 1998 من قيارة. بايعت الدولة الإسلامية ب 2014 بدخولها عن طريق أبو حبيب. بعدها بعد الدورة الشرعية والعسكرية دخلت ديوان الجند ولاية دجلة. بعدها ب 2017 بسقوط الدولة الإسلامية بالعراق طلعت على سوريا سنة تقريبا بين دير الزور والدشيشة. بعدها بنهاية 2018 طبيت على تركيا. بعد ما طبيت من سوريا على طريق مهرب على تركيا التقيت بحسن ملقب سعود، كان يعمل بولاية دجلة. تعرفنا على عقيل أبو مسلم بمحافظة أضنة. عرفنا أبو مسلم كان مع الدولة الإسلامية عقيل. عرفنا على أبو وليد كان أمير قاطع شمال كردستان. بعد ما طلب منا أن نرجع على العراق على نعمل عمليات بأربيل، دبر. بعد ما طلب منا وافقنا طبعا. دبر لنا فلوس ومهرب، وطبعا كان الطريق شوي بصعوبة، صعب مو شوي إن من تركيا مباشر على أربيل، فاضطرينا إن نطلع على إيران، ومن إيران على قضاء رانيا. بعد دخولنا رانيا طبعا بسنة 2021 بشهر الواحد طبينا تواصلنا مع أبو وليد وانطانا رقم ياسر أبو عمار. بعد دخولنا أربيل تواصلنا مع أبو عمار ياسر فاستقبلنا ورحنا لبيته. تقريبا بقينا ببيته حوالي شهر، وبعدها ياسر عرفنا على وليد اللي هو ملقب إبراهيم في مامزاوة، وأجر لنا بيت كمضافة، وقعدنا تقريبا هم حوالي شهر. فبثنا العمل احنا 4 أشخاص كنا بأربيل من ضمن الشبكة التابعة لأبو وليد طبعا، مع تواصل مستمر مع أبو وليد، ما انقطع تواصلنا معه. فبعد طلب منا العمل في أربيل فطلبنا منه القراض اللي هي عبوات لاصقة ومسدسات وكواتم، فتيجي القراض ويتم استلامها بيت عمار أبو عمار ياسر. بثنا العمل أنا وسعود. كان طبعا دورنا استطلاع على طريق مخمور حتى نزرع عبوة السيارة عسكرية. ان عرفنا ان ياسر ابو عمار معتقل، فخابرنا ابو وليد. فابو وليد دزنا انطانا رقم نتواصل معاه وقال تروحون تباتون كملجأ عنده بطاب زاوة اسمه فراس، وتم اعتقالنا بالليل نفسه. اسمي حسن علي عنيزان، مواليد 1998، سكان قيارة، عشيرة اللهيبي، الملقب بسعود. عام 2014 دخول الدولة الإسلامية، بايعت الدولة الإسلامية عن طريق شخص اسمه ماجد. دخلت دورة شرعية وديوان الجند ولاية دجلة. عام 2017 سقوط الدولة الإسلامية، ذهبت إلى سوريا الدشيشة، بقيت سنة. بعدها عبرت على تركيا عن طريق مهرب. التقيت ماجد في أضنة. عام 2018 بقينا بأضنة. صار إعادة تنظيم الدولة الإسلامية. بعدها تعرف عام 2021 شهر الواحد تعرف على شخص يدعى عقيل أبو مسلم، هو يعمل بالدولة الإسلامية. بعدها تعرف على عقيل، عرفه على شخص يدعى أبو وليد، هو مسؤول أمني في ولاية شمال كردستان. أبو وليد طلب من ماجد أنه يعمل معه. ماجد طلب من عندي فوافقنا. أبو وليد دفع الفلوس حتى ندخل كردستان على الأربيل نسوي عمليات. بعدها الطريق صعب جدا كانوا، فاتفق ويا مهرب أنه ندخل على الأربيل. بعدها اتفق أنه يروح على إيران. دخلنا على إيران،
بعد دخول إيران دخلنا قضاء رانيا. بعد دخول قضاء رانيا اتصلنا بأبو وليد، اعطانا رقم شخص يدعى ياسر أبو عمار من ضمن الشبكة في أربيل. دخلنا اتصلنا على ياسر، فدخلنا على أربيل، رحنا على بيته واستقبلنا. بقينا لمدة شهر. بعدها ياسر عرفنا على شخص يدعى إبراهيم اسمه وليد في مامزاوة، أجر لنا بيت. وخلال هاي الفترة طلبنا من أبو وليد أنه تجي أغراض من الموصل، مسدسات وكواتم وعبوات. رحنا أنا وعلي اللي هو ماجد نستطلع على طريق مخمور أربيل لزرع العبوات على السيارات العسكرية. بعدها سمعنا أنه تم اعتقال ياسر. اتصلنا على أبو وليد. أبو وليد اعطانا رقم شخص يدعى فراس في طوب زاوة. ذهبنا إلى بيت فراس بطوب زاوة، وبالليل ألقت القوات الأمنية القبض علينا. اسمه مخلد إبراهيم محمد، تولد 1984، فراجي من سكنة الأنبار رمادي الجزيرة، الملقب بملك. عندما جت الدولة الإسلامية عام 2014 انتميت لهم. بالبداية كنت في الديوان والمساجد، بعدين حولونا على هيئة التطوير والتصنيع. عام 2017 عندما سقطت الدولة الإسلامية ذهبنا إلى بغداد عن طريق مهرب. لما كنت في بغداد تواصل ويا شخص يدعى اسمه أبو وليد، أحد قادة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا. فطلب مني أشخاص موجودين في أربيل، فأنطيت أرقام على أنه أعرفهم ذولا من نفس عشيرتي، ياسر ووليد. فلما ردت أدخل أربيل فدخلت أربيل بهوية ومزورة باسم حذيفة عبد الواحد، وتم اعتقالي بأربيل. فراس حسن حمودي حديدي، مواليد 91، مسكن الموصل في حي عدن. لما أتت الدولة الإسلامية للموصل أخوتي بايعوا الدولة الإسلامية 3، فلاح حسن، فايز حسن، وصلاح حسن، ومعارك الموصل انقتلوا. لما سقطت الدولة الإسلامية رحت على تركيا، وبتركيا اشتغلت، تعرفت على واحد اسمه رامي ويا تنظيم الدولة. و2019 جيت إلى طاب زاوة قعدت، وقبل كم يوم رامي خابرني قال لي 2 من جماعتي يريد يجون عليك، اعطيني رقمك. وخابروني الاثنين، جمعوا علي، وبنفس اليوم تم اعتقالنا من القوات الأمنية.